ينام بالليل وبطنه سمك ممكن ينشل، نعوذ بالله، أنه السمك مذموم أكله، والسمك اتركه لما قد ورد من أن أكله يذيب الجسد. ما بات في جوف امرئ إلا اضطرب عليه عرق فالج فليجتنب. ينام بالليل وبطنه سمك ممكن ينشل، نعوذ بالله، فالج. لكن هذه رواية، هذه روايات، مو كلامنا هالشكل ولا كلام طبيب. الرواية هي اللي يعتمد عليها. الآن ممكن يجي واحد طبيب يقول لا السمك زين اكله ولا تديرون بال، خلي يقول. احنا علينا بالروايات الواردة عن أئمتنا عليهم السلام. حين اكو ناس ما يصدقون كيفهم، لا، وبعضهم حتى يصدق يكون يقولوا له فلان طبيب، فلان واحد ألماني انجليزي اكتشف، يقول ها اكتشف الحين اصدق. يعني الانجليزي والالماني الكافر يصير دليل على روايات ائمتنا عليهم السلام. يعني شوفوا الامور شلون توصل لاي درجه. مو عيب اذا الانجليزي والالماني قال شيء والروايه قالت خلافه، يكون تقول انت كمؤمن تقول هذا حكي مرفوض، لان الروايه تقول هكذا، روايه الامام، روايه النبي صلى الله عليهما والهما. مو نقعد ننتظر اكتشف حج فلان وشيخ فلان وما ادري منه اكتشف لو ما اكتشف. احنا شو يهمنا اكتشف او ما اكتشف؟ والله ما اكتشف، يعني احنا نبطل مثلا عما ورد عندنا. زين، الرواية رجعنا لقضيتنا السمك. لكن من يأكل تمرا أو عسل عليه، على هذا السمك، عليه عنه ذلك الفالج زل. قال يأكل لو تمر لو عسل. واحد يقول زين يعني إلا تمر وعسل أكل حلاوة، أكل قز مثلا، أكل ساهون، حلاوة أنقش بيشي يسموها أي شيء، هالحلاوات وكذا، كاكاو أكل. هذا الحكي تركه، لا كاكاو تريد تأكل كاكاو خليه بعدين، وكل لك تمرة شوية عسل بعدين روح للكاكاو للحلاوة اللي يعجبك.